ماذا يحدث عندما يطلب المواطن حقه في بلد يملك الغاز والبترول والمليارات؟ الجواب: يقابل بالزرواطة بدل الحلول وبالقمع بدل الحوار. اليوم سنكشف مشاهد صادمة من غليزان بالجزائر، ونطرح السؤال الذي يخشاه الجميع: لماذا يعيش المواطن الجزائري الحقرة في بلد غني في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن الجزائري حياة كريمة وحماية لحقوقه الأساسية؟ للأسف ظهرت مشاهد قاسية من غليزان بالجزائر تظهر تدخلا أمنيا عنيفا ضد مواطنين عزال دون تمييز بين شيخ أو شاب. هذه الصور كما ترونها، إذا شوفوا معي هذه الصور الآن، كارثة بكل المقاييس، كارثة بكل المقاييس. هذا لم يحدث في المغرب. المغرب أبدا لم يتعامل مع شعبه بهذه الطريقة، مع العلم أن هناك روبورتاجات عبر التلفزيون الجزائري مكذوبة ومفضوحة دائما، يعني توجه سهاما للمغرب لكي تقوم بتغطية مثل هذه الأحداث. الإعلام الجزائري دائما يبردع شعبه، مع العلم شوفوا معي هذه المشاهد التي المشاهد المؤلمة والتي لا يمكن أبدا أن تكون في ظل هذه الظروف. هذه الصور كما قلنا ليست مجرد حادثة معزولة، بل تعكس نظاما متكررا، بل تعكس نمطا متكررا في التعامل مع مطالب اجتماعية مشروعة بالقوة بدل الحلول. ما حدث في غليزان وما يحدث ليس مجرد تجاوز فردي، بل نتيجة منظومة سياسية ترى في الاحتجاج خطرا عليها لا بد من قمعه. سياسات القمع كما هو معروف تزيد الفجوة بين الشعب والسلطة، وتحول الدولة من راعية للمواطن إلى خصم له. وبالتحديد فقد تم اعتقال من قام بنشر مثل هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، وخروج المعني بالأمر على وسائل التواصل الاجتماعي يعني تفضح هذا الاعتقال، وتفضح هذا الذي تقوم به السلطات الجزائرية. وبهذا القدر نكتفي، وأقول لهؤلاء: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.